ازيكم؟ النهارده اليوم التاني من اعمال تركيبات البروسيلين في شقه جاردينيا. كنا راجعين من معاينه من العبور وعايزين نفطر، وقابلنا المطعم ده بالصدفه. صناصر فول وفلافل جنب احمد السلاب على شارع التسعين. المطعم فعلا شكله شيك جدا وقعدته حلوه قوي، والاهم من كده ان اكله يطلع حلو. اول مره نجربه فعلا واول مره اشوفه. الديكور هنا محسسني بالقهاوي القديمه قوي اللي بتبقى موجوده في وسط البلد، بس على نضيف شويه وعلى حاجه براند بقى. حتى الكراسي شايفين طابعين عليها اللوجو ازاي. بعشق بصراحه التفاصيل، وهنا مهتمين بيها قوي في كل حته. طلبنا بطاطس، فول اسكندراني، سلطه بلدي، طعميه محشيه، بيضتين مسلوقين، بتنجان مخلل، ومع الباكج فلفل، ملح، سلكه سنان، وايبس، معلقه كمان وشوك، والعيش طبعا عشان نفطر بيه. وفعلا لو قلت لك الاكل احلى من المكان مش هتصدقني، لازم تجربوه. خلصنا وده المكان الشيك قوي اللي هتغسل فيه ايدك. شايف الحوض شكله عامل ازاي؟ كفايه ويلا نروح على شغلنا. دي العماره ويلا بينا على فوق. هنبص الاول على اعمال الكريتال، الدوران طبعا وشكل الحديد، كمان التثبيت المحترم. دي التوريدات بتاعه البروسيلين، ودي البلاطه اللي هتركب في الريسبشن. شايفين بقى الشغل كله راكب بميزان ليزر ازاي. الصلايب والكليبسات زي ما انتم شايفين. الفواصل كلها ميه